السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد من فيديوهاتنا، خليكم معانا وتابعونا، وما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يجيلكم مننا كل جديد، وما تنسوش المشاركة معانا برضو. خليكم معانا عشان ايه تشوفوا معانا كل جديد، فيديو جديد من فيديوهاتنا. تابعونا. خليكم معانا بقى، هنبتدي مع بعض كده ايه اكلتنا النهارده. هنا اول حاجة هنحطها على النار، هنحط الطاسة دي ونولع عليها ونحط معلقة سمنة كده عشان نبتدي نشوف هنعمل ايه. خليكم معانا وتابعونا، ان شاء الله ان شاء الله اكلتنا النهاردة دي هتعجبكم قوي. للي عندها طفلة ما بيحبش مثلا ياكل حاجات مقلية كتير او كده، او مثلا ما بيحبش الاصناف اللي احنا هنعملها، حاولي تجربيها ان شاء الله وتعجبك وتعجبهم وياكلوها معاكي. هنا كده انا ولعت على الطاسة الصغننة دي، حطيت لها السمنة. انا كنت سبت النار سخنت قوي. انا بسجل لكم دلوقتي، احنا دلوقتي بعد الفجر، وقلت كده اسجل على طول ساعة البدرية دي زي ما بيقولوا، حاجتها منسية ان شاء الله كده. ربنا يكتب لنا ويكتب لكم الرزق فيها كده من اوسع ابوابه ان شاء الله يا رب العالمين. هنا كده ابتديت احط البصل. انتوا عارفين احب انا احط البصلة كده على النار مباشرة، عشان ايه؟ ما تخليناش ندمع وكده. اهو على طول كده بص تلاقي نفسك مفيش اي حاجة. طبعا انا مش بحط البصلة كلها، بشيل الراس اللي فوق دي طبعا عشان بتعمل عسر هضم. هجيب برضو ايه فلفل. انا مش بحطه كله عشان هو الفلفلاية كبيرة، اخد بس ايه حاجات بسيطة عشان كمان هو حامي. هقلبها بقى كده، معلقة كانت سخنة لساعدني. هحط الناحية التانية مية هسلق فيها بطاطس. طبعا انا واخدة بالي من البصل اللي على النار، وهنا بجهز طبعا المية للبطاطس. انا هنا كنت على الحب اغسل البطاطس عشان احطها على على المية يعني اغسل واقطعها كده عشان ايه احط كله مع بعضه على النار. معلش يا جماعة انا بقف كده بس في المطبخ عشان انا مطبخي ده يا دوبك الحوض جنب البوتاجاز، وهو ده المطبخ، فبتبقى الحركة فيه صعبة شوية. انا كنت بغسل البطاطس تحت الحنفية مباشرة، عشان انا كنت جايباها بطاطس رملية كده، ببقى يعني بحس ان فيها رمل مع ان انا غسلاها قبل كده. افضل برضو اقلب هنا في البصلة كده والفلفل، واخدة بالي منهم برضو. برضو بكمل بقية البطاطس هنا على النار. لسه صاحيين بقى كده ولسه بنقول يا هادي يا كريم. نسيت اقول لكم صلوا على النبي في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والاشتراك طبعا.
هنا انا هغير المية. لقيت فيها كده قشر رفيع كده من البطاطس بيطلع، فقلت اغيرها. طبعا ما ينفعش ان اسيب المية كده. هنا البصلة كانت ابتدت تاخد لون بسيط كده معانا، برضو هاخد بالي منها واحط عليها اللحمة. رجعت هنا بالبطاطس اهي وميتها طبعا بعد ما غيرتها. هحط كده اللحمة برضو على البصلة. انا بحب يعني ادخل في الحاجات دي اللحوم، عشان طبعا انتوا عارفين عندنا اولادنا كل واحد طبعا برأيه، وكل واحد ما بيحبش ده وبيحب ده، فنوع من انواع التغيير ان هم ايه نشجعهم ياكلوا. انا كنت بعمل الوصفات دي برضو الاول، يعني انا متعلماها من جدتي ومامتي وكده. طبعا الناس الكبيرة دي بيبقى عندهم خبرات اكتر مننا في المطبخ كمان. ابنك طبعا مضايقك في موضوع مثلا مش عايز ياكل البطاطس كده، او مش عايز. يعني انا حابه ايه اقول لكم ان انا هعمل مثلا حبه قرنبيط. طبعا عيالنا كلهم ما بيحبوش القرنبيط يعتبر. انا بقى حبيت اغير لهم فيه، بحيث ان لما اعمله محدش يقول لي ايه لا. وعايزه اقول لكم هم لما دقوه عجبهم جدا جدا. انا كنت بعمله الاول بس هم كانوا صغيرين. طبعا انتوا هتقولوا اليومين دول ما فيش قرنبيط، لا في. انا يعني ايه، كنت بجيبه واسلقه واشيله في التلاجة وقت ما عوزه او وقت ضيق او في اي حاجة، يا دوبك اطلعه واشتغل بيه على طول. هنا برضو بقيت بكمل بقية البطاطس. هنا غطيتها وايه وسبتها على النار. كنت طحنة الفلفل يا دوبك حطيته. انا بحب اجيبه صحيح واطحنه عندي، بحبش اشتريه كده جاهز، اللي هو المطحون الجاهز ده. وهنا حبة بهارات 7 بهارات، وافضل اقلب فيها لحد ما ايه تخش في السوا. هغير المعلقة عشان لقيتها سخنة قوي. هقلب كده. افضل اقلب برضو. النهاردة بقى عندنا اول يوم امتحانات لتانية اعدادي، ربنا معاهم. خلصنا الصغيرين ده يا دوبك بقى ايه نبتدي مع الكبار. وربنا يصلح حال اولادنا اجمعين يا رب وبالنجاح يا رب اليوم كلهم. طبعا هنا بقى ايه هحط القوط على اللحمة المفرومة. اه بزود لها سنة قوطة برضو بتعزز من طعمها وبتخلي برضو ايه، يعني الحاجة اللي هتحطيها عليها طعمها مزز كده حلو. هقلبها برضو واسيبها على النار، يعني ايه يتسبكوا الاتنين مع بعض كده. هنا بقى ايه كان ابني طالب مني حبة مكرونة جنبيها، حبيت اعملها له. والبطاطس هنا بقول لكم البطاطس على النار. كانت المايه نزلت كده خلت النار لسعتني.
هنا بقول لكم انا هزود ايه طبعا ملح وزيت واحط المكرونه. هنا كانت اللحمه استوت بالقوطه، ونقلت البطاطس مكانها وحطيت المكرونه هنا اهي. كل ده طبعا البطاطس على النار لازم تستوي كويس عشان نعرف ايه نهرسها. هنا بقلب المكرونه وهرجع ابص على البطاطس برضو. كانت المكرونه هنا استوت بقى، بشيلها اصفيها. انا طبعا ببقى مجهزه عندي تحت الحنفيه المصفى كده، واسيب الميه عليها شويه ببردها. ما ينفعش طبعا ان احنا نسيب الميه كده تنزل سخنه كده، لازم تبرد الحاجه. كنت بغسل الحله برضو عشان ايه احطها على النار تاني بالبصله. انا بحب اعمل المكرونه بالبصله، يعني كل واحد زي ما بيحب، يحبها بالبصل يحبها بالثوم. انا بحب بصراحه اعملها بالبصل واحط لها فلفل، تبقى حلوه كده. طبعا زي ما بقول لكم سايبه كل ده، البطاطس على النار لازم تستوي كويس. انا حطاها بقشرتها، ما رضيتش اقشرها عشان تبقى محتفظه برضو بايه بقيمتها. معلش انا طولت عليكم هنا، بس انا كنت هنا بغسل برضو الحله زي ما قلت لكم، اما اطرح المكرونه عشان ارجع احطها تاني على النار. انا خلاص اهو كنت جبتها وحطيت فيها البصل. هحط برضو عليها ايه بقيه الفلفلايه اللي كانت عندي، واحط عليها الزيت واسيبها ايه تتحمر شويه. افضل برضو متابعه البطاطس والبصله كده، اقلب في الاتنين. مش شايفين ايديا كلها ميه؟ انا احب طول ما انا بعمل الحاجه لازم اغسل ايدي. انا كنت بشوف البطاطس استوت لقيتها خلاص هي فاضل لها حاجه بسيطه. برضو اقلب في البصله، ايدي فيها طبعا ما سيبهاش. هنا بقى ايه خلاص هاخد البطاطس اصفيها، كانت خلاص استوت. طبعا زي ما بقول لكم كانت البصله على النار هنا سايباها، بس انا واخده بالي منها. يعني طفيت العين التانية اهي وكنت بصفي البطاطس، وهرجع البصله كانت ابتدت اهي يعني انا مبحبهاش تتحمر قوي، تاخد لون بسيط كده. برضو بتدي طعم للحاجه كويس، غير لما بتحمر قوي بتحس ان هي بتدي مراره كده. هنا كانت باينه بيضه، بس هي كانت يا دوبك صفارها زي الدهب كده، حاجه بسيطه. حطيت عليها القوطه واسيبها على النار طبعا ايه تتسبك شويه. هنا كنت قشرت البطاطس وهرستها، وهزود لها. انا كان نفسي ازود لها لبن بس انا ما لقيتش. هحط لها بقى حبه فلفل اسود وحبه ملح وشويه زيت صغيرين. عندك اطفال صغيره، عندك حد عايزه تعوديه برضو على الاكل دوت، يعني يبقى ما بيحبش الحاجه محمره كتير عندك، لاي سبب جربي الوصفه دي ان شاء الله هتعجبك. وايه وطبعا مش هتقطعيها من عندك خالص. هنا ايه حبيت اقلب كله ببعضه كده.
هجيب الصينية اللي هحط فيها، احط فيها شوية زيت، انا عشان طبعا البطاطس ما تلزقش وكده، فايه هبتدي بقى افرد البطاطس في الصينية بالراحة. انا كنت طفيت على الصلصة عشان ايه، طبعا كانت اتسبكت قوي. افرد طبعا البطاطس كلها كده. انا هرجع اكمل الباقي تاني برضو، بس ايه افرد الطبقة دي. يعني طبعا بتروح وتيجي معايا في الصينية عشان الزيت اللي هو محطوط في تحت البطاطس. هفردها كويس اوي كده. بصوا بقى، هجيب بقى ايه اللحمة المفرومة اللي انا لسه كنت عاملاها، هحط نصها عليها، والنص التاني هخليه، هحط فيه بقى ايه القرنبيط اللي انا قلت لكم ان انا كنت سلقاه وشايلاه. طبعا هما بيبقوا معترضين القرنبيط عامة، لا انا ايه، جربوا الوصفة دي هتغير ايه طبعهم على القرنبيط خالص، ما كانوش يطلبوها منك على طول. هنا طبعا فرشت ايه طبقة لحمة مفرومة حلوة كده. كنت فاكرة الكاميرا شغالة وانا بكمل الباقي. هنا ورا في الصينية اللي ورا هي حطيت القرنبيط مع اللحمة المفرومة. وهنا كنت ظبطت المكرونة وكانت عايزة حبة ملح. وهنا ايه برضو ايه، حطيت الطبقة التانية للبطاطس واحط عليها كده ايه بيض من على الوش. وهدخل ايه البطاطس والقرنبيط الفرن ياخدوا وش كده بسيط، ونشوف بقى ايه هنكمل ازاي. هنا بوزع البيض برضو على وش الصينية كده. طبعا طرطشت القوطة دي طبعا اللي على البوتاجاز، المكرونة والاكل واحنا بنعمله، هنخلص ونخليه يرجع زي الفل. هنا بقول لكم القرنبيط حطيته، وهنا بقلب المكرونة وهسيبها ايه شوية حاجة بسيطة على النار. وهنا بقى ايه كنت قدمت معاكم، كان فيه بطاطس فايضة كده من المسلوقة، قلت احمرها. وادي شكل البطاطس لما طلعت من الفرن، والقرنبيط وحبة المكرونة، وحطيت جنبهم ايه زيتون مخلي. ايه رأيكم بقى؟ وصفة سهلة وسريعة، وكمان ايه لو عندك اطفال او ولادك كده بيزهقوكي زينا كده، يعني ايه حاولي تغيري فكرهم عن الاكل، بلاش بقى الاكل اللي هو الجاهز كل شوية. ان شاء الله ياكلوا الحاجات دي وتعجبهم. وريت تكتبوا لي عجبوكوا ولا لا، وايه رايكم فيها. وجربي كل شويه، طبعا بنجرب ونجدد عشان ايه نلاقي حاجه تعجبهم وما يضطروش يلجأوا للاكل اللي هو الجاهز اللي بره. وكده طبعا غيرنا فكرتهم عن الاكل. وايه رايكم؟ واشوف وشكم بخير. سلام.